فيما يخص السؤال، طبعا كل مباراة افتتاحية وعبر التاريخ شفنا عدة مباريات افتتاحية تكون صعيبة للفريق، خاصة الفريق المنظم للدورة ولا الفريق اللي راح يفتتح الدورة، تكون نوعا ما صعيبة من الناحية الذهنية، ماهوش من ناحية يعني الميدان، من ناحية ذهنية. طبعا يكون شوية ضغط زايد، في غض النظر المباريات اللي راح تكون بعدها. ولكن تجربتنا بعد خضوعنا لكأس العرب عندها 6 أشهر أو 7 أشهر، نظن باللي إن شاء الله اللاعبين وطبعا الطاقم الفني عملنا على هذه النقطة بغض النظر المنافس، عملنا على هذه النقطة الذهنية، وعلى بالنا باللي اللقاء الأول عنده أهمية كبيرة في